فجأة ملامحه اتبدلت. قرب من الشاشة، ركز بعينه كأنه شايف حاجة مش طبيعية، وسكت لحظة وبعدين همس: استنى كده، لا مستحيل. صرخت فجأة: لا، ما ينفعش. صوتها كان مليان رعب مش مفهوم، خلى كل اللي واقفين يبصوا لها، لكن كان خلاص فات الأوان. من أول لحظة دخلت فيها الحاجة فاطمة صالة السفر في مطار القاهرة كانت باينة عليها سنين التعب، لكنها شايلة في قلبها فرحة كبيرة إنها أخيراً هتشوف أحفادها بعد غياب طويل. أنا كنت واحد من الواقفين في الطابور، شايف ست بسيطة بطرحة باهتة وشنطة رمادي قديمة، شكلها عادي جداً، مفيش أي حاجة تلفت النظر غير نظرة شوق في عينيها، كأنها مستنية لحظة حضن طال انتظارها. عند الجوازات قالت بصوت هادي إنها مسافرة تقضي الشتاء مع أولاد بنتها، وإنها مشتاقة ليهم جداً. خلصت أوراقها وابتسمت ابتسامة خفيفة، وبعدها زقت شنطتها ناحية جهاز التفتيش. الضابط الشاب كان واضح عليه الإرهاق، بيعدي الشنط واحدة ورا التانية من غير تركيز، لحد اللحظة اللي كل حاجة اتغيرت فيها فجأة ملامحه اتبدلت. قرب من الشاشة، ركز بعينه كأنه شايف حاجة مش طبيعية، وسكت لحظة وبعدين همس: استنى كده، لا مستحيل. الجو حوالينا كله اتجمد، حتى الأصوات خفتت، وبص للحاجة فاطمة وقال بصوت واضح: يا حاجة، ممكن تقولي لي إيه اللي في الشنطة دي؟